قنوات بي ان، مين من الشباب ما يعرفهاش ومين مش عاوز يشترك فيها؟ واحده عايزه بقى تجيبها هديه لخطيبها او لجوزها. بحكم اني كنت شغال في قنوات بي ان فانا هقول لك معلومات صعب تسمعها في اي مكان تاني، ده غير اني مشترك من زمان قوي بشكل شخصي، فانا هقول لك الموضوع اصلا يستاهل تشترك ولا لا. فيلا نبدا ونقول بسم الله. يا مساء الفل، ان شاء الله الفيديو ده هتلاقي فيه اجابات لكل الاسئله اللي ممكن تيجي في بالك او حتى ممكن ما تجيش في بالك للي مشترك او حتى لسه هيشترك. والحلقه دي هتكون الجزء الاول، هنشرح فيها حاجات مهمه جدا سواء انت مشترك او لسه هتشترك زي ما قلنا. والحلقه الجايه ان شاء الله هنشرح بقى فيها ازاي تشترك والاسعار والباقات واجهزه الاستقبال وكل حاجه. تقول لي ايه ده، هو في حاجه اصلا غير الاسعار والباقات؟ طبعا الباقات والاسعار دي معلومات بجنيه وربع، سهل تلاقيها في اي حته، انما في معلومات تانية محدش بينتبه ليها وبسببها في ناس بتلبس في الحيطه وبتضيع عليهم فلوس الاشتراك اصلا. فقبل اي حاجه اتاكد انك تعمل لايك للفيديو واشترك في القناه عشان لما الحلقه الجايه تنزل تشوفها ان شاء الله. خدوا بالكم من حاجه، الفيديو ده مش موجه لمصر فقط، الفيديو ده لكل الدول العربيه، لاني كنت شغال في بي ان المينا يعني الشرق الاوسط وشمال افريقيا، فبالتالي كلامنا في الفيديو ده هيكون على الاشتراكات في الشرق الاوسط وشمال افريقيا عن طريق القمر الصناعي او الساتلايت. اتفقنا؟ اول حاجه كده قبل ما نبدا هي اسمها بي ان، مش بين ولا بين ولا بن، هتلاقوا بي بحروف صغيره وان بحروف كبيره، فبتلاقوا بقى بي ان سبورتس، بي ان موفيز وهكذا. تعالوا بقى ندخل على موقع bn.com وهنلاقي تحت الشروط والاحكام عشان هبدا اشرح لكم منها شويه حاجات، وهتلاقوني بعرض لكم النقطه اللي بتكلم عنها وانا بشرح لكم، وركزوا معايا قوي. مبدئيا كده انت عشان تشترك في القنوات لازم تشتري الريسيفر او يعني جهاز استقبال من بي ان، ولازم بتفعل عليه باقه او اشتراك. يعني نسيبنا دلوقتي من جهاز الاستقبال وخلينا في الباقه او الاشتراك اللي هتفعله. اولا كده اقل مده تعاقد او اشتراك تكون سنه او يعني 12 شهر كاملين، يعني التزام سنوي. يعني ما ينفعش تقول انا عايز اشترك شهر او شهرين مثلا بس، لا، يا سنه اقل حاجه يا مفيش. تمام. هم بقى بييجوا يقولوا لك عاوز تدفع المبلغ كله مره واحده، ماشي. عاوز نقسطه لك برضه ماشي. في انظمه قسط بتكون ربع سنوي تدفع كل 3 شهور، في نظام قسط نص سنوي تدفع كل 6 شهور، وفي نظام قسط شهري يعني بتدفع كل شهر، بس ده مش موجود في مصر حاليا. ده غير ان الدفع مقدم. طب يعني ايه كل الكلام ده؟ نمسكهم واحده واحده. يعني ايه الدفع مقدم؟ يعني انا مثلا هشترك سنه بنظام القسط كل 3 شهور، اشتركت يوم 1/1 مثلا، عشان يشتغل معايا لازم على الاقل اكون دافع اول 3 شهور، فهيشتغل معايا شهر 1 و2 و3. طب جيت بقى ما دفعتش القسط الجديد، من اول يوم 1/4 هيفصل معايا وهيفضل فاصل لحد ما تدفع. مش مثلا لما بتشتري خط تليفون فاتوره تكلم الاول وتستخدم بعد كده بيحاسبوك اخر الشهر، لا، هنا الدفع مقدم، يعني تدفع تتفرج، ما تدفعش يفصل. تاني حاجه وركزوا معايا جدا عشان في ناس بتلبس في النقطه دي تحديدا، يعني ايه مده التعاقد سنه كامله او 12 شهر كاملين؟ خلينا ناخد نفس المثال اللي كنا بنتكلم عليه. واحد اشترك يوم 1/1 بنظام الاقساط كل 3 شهور، دفع اول قسط اللي هو اول 3 شهور، فاشتغل معاه الاشتراك شهر 1 و2 و3 زي ما قلنا، بس جه ما دفعش بقى القسط الجديد، فقلنا ايه اللي هيحصل؟ الاشتراك هيفصل في ساعتها من اول يوم 1/4، فهو ما دفعش ففضل فاصل شهر 4 و5 و6. جه يوم 1/7 مثلا عايز يدفع القسط الجديد عشان القناه تفتح ويتفرج، فلما يجي يدفع هيقولوا له لا، ادفع الاول ال3 شهور اللي فاتوا. هيقول لهم ازاي ده انا ما كنتش بتفرج والقناه كانت فاصله؟ هيقولوا له مالناش دعوه، دي مده التعاقد بتاعتك وانت ملزم تدفعها كامله. فبسبب ان هو ما كانش عارف شروط التعاقد بيلاقي نفسه مضطر يدفع فلوس عن فتره فاتت هو ما اتفرجش عليها ولا استفاد منها اصلا، وهكذا بقى. يعني لو واحد برضو دفع مثلا اول 3 شهور وباقي السنه بقى كلها ما دفعش، لا دفع القسط الثاني ولا الثالث ولا الرابع، وجه بعد ما السنه عدت عاوز بقى يجدد الاشتراك، هيقولوا له ادفع كل الاقساط اللي فاتت الاول لان دي مديونيه عليك، وبعد كده بقى نجدد لك سنه جديده. وعايز اوضح حاجه هنا، لما بقول واحد اشترك يوم 1/1 فده مثال توضيحي مش اكتر، مش معنى كده انك لازم تشترك يوم 1/1، انت عادي اشترك اي يوم في السنه والسنه بتاعتك هتبدا تعد من يوم ما اشتركت. وهقرب لكم الفكره شويه، عارفين الموضوع عامل زي ايه؟ كانك اشتريت ثلاجه، فبدل ما تدفع ثمنها كله مره واحده خلوك تقسطها على سنه مثلا، فانت جيت سافرت شهر ورجعت، هتقول لهم لا انا مش هدفع قسط الثلاجه الشهر ده عشان كنت مسافر وشايل الفيشه وما بستخدمش الثلاجه، هيقول لك واحنا من هي نفس الفكره بالظبط. نيجي للنقطه اللي بعدها ومهمه جدا برضو، لو انت اشتركت وما بتدفعش كاش وبتدفع ببطاقه الكترونيه، كريدت كارد مثلا او ما يسمى ببطاقه المشتريات، فخد بالك كويس قوي، الاشتراك بتاعك هيتجدد تلقائي. يعني ايه؟ يعني انت مشترك سنه زي ما قلنا، هتلاقي لما يخلص الاشتراك السنوي بتاعك هتلاقيه اتجدد سنه كمان تلقائي لوحده، ولو اتجدد سنه جديده فانسى، مش هتعرف تلغي وملزم تكمل سنه جديده من الاول.
طب وايه الحل؟ لازم تتواصل مع خدمه العملاء قبل الاشتراك ما ينتهي ب 15 يوم على الاقل، وتبلغهم انك مش عايز العقد يتجدد تلقائي. ده كده بالنسبه لكل الدول العربيه ما عدا مصر. بالنسبه لمصر تحديدا فبناء على اخر تحديث من خدمه العملاء فتتواصل معاهم قبل انتهاء العقد بشهر على الاقل. طبعا ده كله انا بقول لو واحد مش عايز العقد بتاعه يتجدد تلقائي، انما انت لو عايز كده كده تفضل مشترك فتمام خليها زي ما هي. اللهم بلغت. نيجي للنقطة اللي بعدها. دلوقتي انت مشترك سنة زي ما قلنا، خلال مدة التعاقد اللي هي السنة دي انت ما تقدرش تغير الباقة لباقة اقل، انما تقدر تعلي الباقة عادي. يعني ايه؟ يعني فرضا انت مشترك في باقه ب $300 مثلا، تقدر تغيرها للباقه الاغلى منها، انما ما تقدرش تغير الباقه لباقه ارخص منها. حتى لو قلت طب انا عايز ارجع للباقه اللي كنت عليها، برضه لا ما ينفعش الا لما فتره التعاقد بتاعتك تخلص. يعني خلاص خلصت فتره التعاقد السنويه او الالتزام السنوي بتاعك زي ما قلنا، خلصت السنه، ايه اللي هيحصل؟ الاشتراك بتاعك هيقف لان خلاص السنه خلصت. لما تيجي بقى تجدد الاشتراك سنه جديده تقدر بقى ساعتها تختار اي باقه انت عايزها، مفيش مشكله. نيجي للنقطه اللي بعدها، خدمه كونكت. ايه خدمه كونكت دي ببساطه خدمه تقدر من خلالها تتفرج على بعض قنوات بي ان المشفره عن طريق الانترنت بشكل رسمي من بي ان نفسها، عشان انت مثلا لو بره البيت في اي وقت، سواء بقى عن طريق اكس بوكس، تابلت، موبايل، لابتوب، سمارت تي في. ودي بي ان بتديها لك كميزه اضافيه لو اشتركت في باقات معينه، هنذكرهم الحلقه الجايه ان شاء الله لما نيجي للاشتراكات والباقات. طب مالها بقى خدمه كونكت دي؟ بصوا كده مكتوب ايه على الموقع: لبي ان الحق بعدم القيام ببث المباريات والقنوات كافه على خدمه كونكت. طب يعني ايه الكلام ده؟ يعني اوقات بدون سابق انذار ممكن تلاقي ماتش مش متذاع على خدمه كونكت، بس ده كان نادرا لما بيحصل. يعني ممكن تحصل في ماتش ماتشين خلال فتره التعاقد بتاعتك كلها، ده ان حصلت. طبعا هو مش مكتوب الكلام ده، بس انا بقول لك يعني الواقع اللي بيحصل. انا حبيت بقى الفت نظركم للنقطه دي ليه؟ عشان كان في عملاء بتبقى عامله حسابها ان اوقات تتفرج على الماتش بره البيت، بيبقوا عاملين حسابهم ان يتفرجوا على خدمه كونكت، وفجاه بيلاقوا الماتش مش متذاع. فوجب التنبيه عشان برضو الناس تبقى عندها فكره. نيجي للنقطه اللي بعدها. احنا قلنا اول الفيديو ايه؟ احنا بنتكلم عن البي ان المينا اللي هي الشرق الاوسط وشمال افريقيا. كل منطقه جغرافيه بيكون ليها حقوق بس لوحدها. يعني عايز تقول ايه برضو؟ يعني انت ما ينفعش تجيب اشتراك من الشرق الاوسط وتروح تستخدمه في اوروبا مثلا، ما ينفعش. وخليني اقسمها لكم، لو انت مشترك من مصر تحديدا يبقى ما ينفعش تستخدمه خارج مصر اصلا، ولو انت مشترك من اي دوله تانية داخل الشرق الاوسط ما ينفعش تاخد الاشتراك تستخدمه خارج الشرق الاوسط. وانا هنا بتكلم عن الناحيه القانونيه في العقد، عشان ده ممكن يتسبب ان اشتراكك يقف، وهنوضح يعني ايه اشتراكك يقف دي بالتفصيل في النقطه اللي جايه. نيجي للنقطه اللي بعدها، وركزوا معايا قوي قوي قوي. كل اللي احنا قلناه ده بنتكلم على ايه؟ الاشتراكات المنزليه. هتقول لي اشتراكات منزليه؟ هو في اشتراكات مش منزليه؟ طبعا. كل اللي احنا بنقوله ده ان واحد اشترى جهاز وفعل عليه باقه عشان يستخدمها في البيت، انما ما ينفعش يحطها في محل ولا كافيه ولا اي عقار تجاري. ده في الحاله دي لازم تشترك اشتراك تجاري، ودي ليها نظام مختلف تماما. فالمهم خد بالك، لو هتشترك اشتراك منزلي ما تحطوش في اي عقار تجاري ايا كان. طب يا مصطفى ايه اللي هيحصل يعني لما اشتراك منزلي يتحط في عقار تجاري، كافيه مثلا؟ لا اصحى بقى للكلام. مبدئيا كده الريسيفر اللي معاك ده هيتوقف تماما، مش هتعرف حتى تتفرج على القنوات المفتوحه، لان في العادي حتى لو الاشتراك بتاعك خلص فانت بتقدر تستخدم الريسيفر كاي ريسيفر عادي وبتتفرج على القنوات المفتوحه. انما لو اتوقف بسبب انتهاك سياسات التعاقد الجهاز هيتقفل تماما، هيبقى عباره عن حته حديده. ومش بس كده، لو كنت دافع اشتراك السنه كامله برضه مش هيرجع لك وهيبقى راح عليك. يعني لو لسه شاري ريسيفر النهارده ودافع اشتراك سنه كامله، يا دوب ما استخدمتوش غير يوم واحد بس حطيته في كافيه واتجبت، انسى بقى كل اللي انت دفعته، راح عليك ومش هيرجع لك منه جنيه. وازيدك من الشعر بيت، حتى لو الريسيفر اتوقف وانت كنت بتدفع بنظام اقساط وبتدفع ببطاقه الكترونيه، بي ان هتفضل تسحب منك باقي الاقساط حتى لو الريسيفر موقوف زي ما قلنا. ولو عملت ايه، لا الاشتراك ولا فلوسك هيرجعوا ولا الريسيفر هيرجع يشتغل تاني، انسى. وهحكي لكم موقف صغير. انا واحد صاحبي كان مشترك اشتراك منزلي عادي، فواحد بقى صاحبه عنده قهوه، كان يوم ماتش مهم، فصاحبي ده اللي معاه الريسيفر صاحبه طلب منه يجيب الريسيفر ويروح له القهوه اليوم ده يشغله بس الماتش ده اليوم ده وخلاص. فصاحبي ده بقى حب يعمل خربوش الجدعنه، وهو يا عيني ما يعرفش ان ده ممنوع، وعلى حظه اتلقط اليوم ده. طبعا الاشتراك بتاعه اتوقف في الريسيفر وكل حاجه، فطبعا اتصل بيا، وبرغم اني كنت شغال هناك في الوقت ده بس ما عرفتش اعمل له اي حاجه، لان الموضوع ما فيهوش اي استثناءات وما فيهاش اصل ما كنتش اعرف واصل ما حدش قال لي. هتقول لي يا مصطفى ما في قهاوي واماكن حاطين اشتراكات منزليه ومش بيتوقفوا. هقول لك اولا انا عرفت منين ان اشتراك منزلي مش تجاري؟ دي حاجه انت ما تقدرش تعرفها، احنا كنا نقدر نعرفها من عندنا على السيستم او بطرق تانية. وحتى لو اماكن تجاريه بتستخدم اشتراك منزلي، مين قال لك ان اشتراكاتهم مش بتتوقف ويروح يجيب اشتراك تاني فيتوقف تاني؟ بسيطه يعني. هتقول لي طب يا مصطفى ازاي بقى كنتوا بتعرفوا ان العميل ده بيستخدم الاشتراك في مكان تجاري مش في البيت؟ يا ولا طب لو حد يا مصطفى عايز يشترك تجاري يعمل ايه؟
بسيطه جدا. لو انت في مصر بتدخل على موقع cne.eg.com وبيكون في طريقتين. اولا انك تتصل بخدمه العملاء، او بتلاقي من موقع من فوق CNE للاعمال، بتدوس عليها وبتملى البيانات. بالنسبه بقى لباقي الدول بتدخل على موقع bn.com. في برضه طريقتين. الطريقه الاولى عن طريق الايميل، بتدوس على كلمه اشتراك اللي فوق وانزل تحت شويه هتلاقي الباقات الخاصه بالشركات والاماكن العامه، دوس على اكتشف المزيد. لو وقفت على كلمه اشتركوا الان هيظهر لك الايميل اللي تقدر تبعت عليه اللي هو corporate-sales@bn.com. الطريقه الثانيه من خلال موزعين متخصصين في الاشتراكات التجاريه، هتلاقي فوق كلمه مساعده، اقف عليها ودوس على كلمه الموزعون، اختار البلد بتاعتك، بعد كده الخانه بتاعه الموزع اختار كوميرشال ودوس على كلمه بحث. هيظهر لك بقى الموزعين التجاريين اللي تقدر تشترك من عندهم اشتراك تجاري. وبس كده احنا كده خلصنا الجزء الاول. الحلقه الجايه ان شاء الله هنتكلم عن كل حاجه تخص الاشتراكات المنزليه، الاسعار والباقات والاجهزه وطرق السداد وكل حاجه، وهل اصلا الموضوع يستاهل انك تشترك ولا لا. حاجات مهمه جدا تاخد بالك منها عشان ما يضحكش عليك وانت بتشترك، فتاكد انك تشترك في القناه. والحلقه انا محضرها بس لسه ما صورتهاش، فالحقوا اكتبوا لي كل الاسئله اللي محتاجين تعرفوها عن الاشتراكات عشان نجاوب عليها الحلقه الجايه ان شاء الله. وبس كده، استودعكم الله، سلام. من أذنب ذنبا وندم عليه ولو طرفة عين سقط عنه هذا الذنب أسرع من طرفة العين. ومن أذنب ذنبا وعلم أن الله قد رآه غفر له وإن لم يستغفر. ومن لبس ثوبه وما وصل إلى ركبتيه وعلم أن الذي رزقه بهذا الثوب إنما هو رب العباد غفر له وإن لم يستغفر. سبحان الله. يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض ذنوبا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا جئتك بقرابها مغفرة. إن الله يرحم رحمة يوم القيامة يتطلع إبليس نفسه إلى رحمة الله عز وجل.